هلو اهلا وسهلا بكم كلكم جميعا. النهارده انا جاي اعمل لكم صوت العربيات عاليه قوي. النهارده انا جاي اعمل لكم ريفيو على مطعم حلو قوي، مطعم بوفيه هو اسمه روت جارون يا جماعه. بصوا المطعم ده اهو. انا هوريكم هنا. ايوه اهو. اوكي يا جماعه، دلوقتي انا هوريكم من جوه يعني في المطعم ده فيه ايه، وهعمل لكم ريفيو عليه دلوقتي، مش هخليكم تستنوا بقى ايه فتره طويله. يلا تابعوني، ليتس جو. الاول اقول لكم يا جماعه ان المدير بتاع المطعم ده هو صاحب بوبي، والمطعم ده لسه فاتح جديد، وصاحب المطعم كان عايز يخلي بوبي يجي عنده، يعني يجي هنا، يعني يجي يقعد على الويل شير ويجي ياكل، بس بوبي كان مش قادر، فعشان كده انا جيت بدل بوبي عشان اعمل الواجب بدل بوبي. يعني يا جماعه انا مش عارف بيسموها ايه، معلش يعني. فهو ده بقى، انا جيت هنا النهارده عشان اعمل الواجب ده بدل بوبي، فعشان كده بقى تابعوني بقى في الكليب ده. اوكي ليتس جو. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الجو حر قوي. اوكي هقول لكم الاول، اول حاجه يا جماعه ان المطعم ده حلو قوي، هعمل لكم ريفيو عليه طبعا اللي فيه ايه. هقول لكم اهو زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه اوريها لكم يا جماعه هي السيجنتشر بتاع المطعم ده، هي طعام السي فود. لو انتوا شفتوا هنا كده، بص هتلاقي ان في كابوريا كتير قوي من كل انحاء الكابوريات. انا مش عارف النوع ده ايه والنوع ده ايه، يعني انا مش عارف بيسموه ايه، بس يعني في كابوريا كتير قوي. واللي انتوا شايفينه كده هو كابوريا، في بعضهم صحيين يا جماعه، زي ما انا قلت لكم في بعضهم صحيين بمعنى لسه طازه. وان احلى حاجه هنا يا جماعه ان المطعم ده كل حاجه اللي هنا حلال. يعني لو انتوا عايزين تاكلوا اي حاجه مش لازم تفضلوا تسالوا ان دي لحمه ايه ودي معرفش ايه، كله اللي هنا حاجات حلال كلها. وادي هنا هي منطقة القواقع، وزي ما انتوا شايفين كده في قواقع، كل دي انواع قواقع مختلفة. زي ما انتوا شايفين كده في قواقع. بص دي انا اكلتها قبل كده القوقع ده، لكن القوقع اللي هو الشكل ده ما اكلتوش قبل كده، بس انا شفته قبل كده يعني في الكتير انا بشوفه في الفندق، يعني في الفنادق والحاجات دي بيكون في القواقع الشكل ده. وهنا بص في قواقع اللي هي مفتوحة خلاص، تقدر تاخدها وتشويها وتاكلها على طول. وهنا في الخضروات، وزي الناحية اللي هناك كده في اسمه ايه، بابيكيو، فراخ، على بص هنا في سمك الدولي، وفي هنا اهو البابيكيو اللي انا قلت عليه، وفي هنا لحمه. بص هنا قرب يخلص اللحمه، يعني كتير قوي، كان في كتير قوي دلوقتي قرب يخلص خلاص. وهنا في اخطبوط اهو. بص اخطبوط نوعين من نوعين ايه، في 3 اهو. النوع الناحيه التانيه فيه كمان، بص في 3 انواع من الاخطبوط اهو. وزي ما انتم شايفين في جمبري ده انا صورته قبل كده، والكابوريا مرة تانية هنا. دي الناحية التانية لقيت كابوريا كمان، الناحية اللي هناك فيه والناحية هنا فيه كمان. وكنت عايز اقول لكم يا جماعة ان الحبل اللي هم رابطين الكابوريا فيه كده، هم رابطينه عشان الكابوريا ما تعضناش. انا قلت لكم ان الحاجات اللي هنا طازة، بمعنى ان في بعضهم لسه صاحي. بص لسه بيتحرك اهو. زي ما انتم شايفين كده هو لسه بيتحرك اهو، فعشان كده هم رابطينه بالحبل عشان يعني ما يعضناش يعني. وهنا مكان الصوص، في صوصات كتيرة، في بعضهم يعني خلص يعني عشان طعمه حلو. واجي هنا الكوبايات الشاليموهات، وفي هنا التلج، وجنب هنا هو العصير فيه بيبسي، فانتا، ومية عادية على حسب اللي انت عايز تشرب يعني.
وده هو الهايلايت الكبير قوي في المطعم ده، هو الحاجات الطازه اللي هي يعني الطازه قوي، اللي هي لسه صاحيه، وحاطين لهم هنا اكسجين هنا زي ما انتم شايفين، وفي كابوريا وجمبري. ودلوقتي هقول لكم ازاي بياكلوا الحاجات الطازه دي. الاول بيمسكوا الجمبري يا اما الكابوريا وبيطلعوها من الميه ويحطوها في التلج. اما يحطوها في التلج فتره طويله بيستنوا لحد ما تموت، وبعد كده يحطوها ويشووها وبعد كده ياكلوها. بس انا باخد من اللي هم يعني ماتوا خلاص. وادي هنا الحاجات المسكره، في كيك، في يعني نوعين 3 كده من انواع الكيك على حسب الايام. كمان بعد اليوم بيحطوا حاجات يعني تانية من انواع الحاجات المسكرة اللي هي مش كيك، زي حلويات التايلاندية والدوناتس. ويلا وقت الاكل. اوكي يا جماعه، جرب الاول المكرونه سباجيتي. جرب. روعه، حلو قوي يا جماعه، طعمها جميل قوي، عايزكم تجربوها. الصلصه ريحتها طعمها حلو قوي، وحاطين عليها كمان اسمها ايه، فراخ مفرومه. بص الفراخ المفرومه اهو كده، تقدر تخلص تحط تاني، تخلص تحط تاني على طول عشان ده بوفيه. جرب كمان، طعمه حلو قوي. جميل قوي يا جماعه. دلوقتي عمالين نشوي اخطبوط وجمبري وكابوريا، كل الاكلات السي فود موجوده على طاوله الاكل بتاعتنا، كله موجود عندنا دلوقتي. بس عايز اقول لكم حاجه، انا ما بعرفش اكل الكابوريا بتتفتح ازاي؟ الكابوريا مش عارف بتتفتح ازاي. بصوا هنا دلوقتي في لحمه اهو عندي، نينجا عماله تصور اهي. احنا مبهدلين اصلا الدنيا قوي على الطاوله بتاعتنا كلها، يعني متبهدله قوي بالاكل ومتبهدله بالمناديل والزيت كمان. يا جماعه بص ده بقى، ده اسمه نومتين، ده حلو قوي. ده بيتحط مع، ده كانه زي شعريه كده، بيتحط مع الصوص ده، حطوا مع بعض كده يا ولا قوي اهو هنا كده. جرب اكل بقى. جميل قوي، اكل كمان ما ينفعش، طعمه حلو قوي. طعم روعه، جميل قوي. تعالوا جربوا بقى ايه المنيو التاني. بصوا يا جماعه، هوريكم من جوه. جواها شيز. ودي احلى حاجه انا بحبها في العالم ده كله، هو اللحمه، لحمه البقر. تعال نشوف بقى، احط بالصوص واجرب اللحمه بتاعت المطعم البوفيه ده. الطعم اللي انا دقته اول حاجه هو طعمه حلو قوي وكويس. هو مش احلى، يعني مش احلى طعم انا دقته، بس الطعم ده روعه قوي. اللي يجي تايلاند يجرب المطعم ده يا جماعه، روعه قوي. هحط لكم مكان المطعم في الديسكريبشن تحت يا جماعه. في الكليب ده يا جماعه نينجا عماله تحالب دلوقتي مع الكابوريا، مش عارفه تفتحها. وانا كمان بعرفش افتحها، عشان احنا ما اكلناش الحاجات دي يعني بقالنا كتير، فما بنعرفش ازاي بنفتحها. وده يا جماعه شكل الناس وهي ما بتعرفش تقشر الكابوريا، ومن ضمنهم انا يا جماعه. ده احنا ملخبطين الدنيا قوي. وبصوا شكل نينج. حتى ما كلمتها بص ردت عليا وقالت لي ايه؟ หันหน้ามามองหน่อยดิคนทำอ่ะ แป๊บนึงเออ
ادي اهو نينجا بوظت الدنيا. لمبع ما اوكي، بعد شويه اقول لكم الطعم بتاع الكابوريا. بس قبل الكابوريا تعالى نديها بالجمبري الكبير. تعالى الاول لازم نعمله مع الصوص بتاع السي فود. هجرب. ليتس جو. الطعم لما انا اكلته طعمه جميل جميل قوي. انا بحب الطعم الجمبري الكبير قوي، طعمه كويس قوي. وتعالى بقى بعد كده نجرب الكابوريا. دي الكابوريا الصفراء اللي انا قلت لكم عليها ان هي شكلها غريبه شويه. بعد ما اهو فتحناها حتى انا استغربت شويه اهو، يعني هي على حته صغيره. الطعم حلو قوي. الكابوريا الصفراء دي اللي هي اللي كان شكلها غريب، انا بحب الطعم بتاعها قوي، جميل. حتى بص في الفيديو انا اكلت يجي كذا مره. كلت اهو حته كبيره. واللحمه بتاعها يعني كتير يعني يا جماعه. اللي بيعرف يفتح، اللي يعني بيعرف يقشر الكابوريات والحاجات دي بيعرف بيعرف يعني ياكل كويس يعني، لكن احنا ما بنعرفش. اهو دي كابوريا نوع تاني بالصوص السي فود. وعم الطعم بتاعها حلو برضو، بس انا بحب الكابوريا الصفراء اللي انا اكلتها قبل دي، طعمها جميل قوي. ودي برضو طعمها حلو، بس انا بحب الصفراء اكتر. حتى بص انا عملت، واللحم بتاعها يعني كتير. احنا بعد ما صورنا فضلنا نمص فيها. اوكي صعب قوي يا جماعه. بص شكلها صعب، هقدر اكل افتحها ازاي اصلا؟ شكلها يعني عقبال لما اهو حاطه اهي. طعمه حلو يعني كويس. بس انا بحب ده اكتر، ده احلى، ده احلى والله، جميل. اوكي، وبعد كده انا هجرب الكيك المره دي بقى. كيك، هجرب الكيك ده الاول اللي هو فيه اخضر من فوق، هجربه. مش بطال، حلو يعني. هجرب ده. نفس التاني، بس الاخضر طعمه احلى. الاخضر طعمه احلى يا جماعه، اللي هو فيه فوق اخضر. هجرب دي بقى بعديها. برتقال من فوق، حاطين برتقال من تحت كده كويس. هدي كله قد بعض، بس الاخضر يعني الدرجه بتاعته اكتر من الاثنين التانيين. اوكي، البوفيه ده يا جماعه كان طعمه حلو قوي، اسمه روتشارين. عايزكم الناس اللي هي عايزه تيجي تايلاند تجربوه. ودي نهايه اخر الكليب بتاعنا يا جماعه. لو بتحبوا الكليب ده ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير اند سبسكرايب. النهارده الى اللقاء، باي باي.